تمام نعم. كده. واللي عرفناه ان كان في بنت دخلت وحد اتعرض لها، وشباب الاخوان قاموا اتخانقوا مع شباب من بره الاخوان، وحصلت مشاده والحمد لله انتهت على خير. بس نعم. هو من الواضح ان شباب الاخوان المسلمين والحريه والعداله عاملين مشاكل في كل مكان في الميدان، سواء على البوابات اللي بيقفوا عليها او عند المنصه بتاعتهم اللي عند عمر مكرم. فسر كلامك يا استاذ حازم. نعم. فسر كلامك، كيف يكون الخلاف يعني يصل لهذه الدرجة؟ والله يا فندم يعني هو انا ما كنتش موجود في الحدث من اوله، بس هو انا جيت وحضرت كده الموضوع، يعني هو يكاد يكون بينتهي يعني. تمام. انما عند كمان عند حزب الحريه والعداله والاخوان المسلمين في نعم. مشاكل كثيره، وكل ما هو موجود في الميدان بيطالبهم انهم يمشوا. نعم. يعني تقصد استحواذ على الموقف يعني. اه. طيب. كل شكرا استاذ الموجودين في حازم الميدان السيد. بيطالبوهم انهم يمشوا. وصلت المعلومة استاذ حازم السيد من ميدان التحرير، شكرا جزيلا. كما نشاهد على الشاشة الحادث الذي حدث منذ قليل والاشتباك بالأيدي مع الثوار، والحمد لله لا يوجد مدسون أو بلطجية، إنما هو اختلاف وجهات النظر وفصيل يريد الاستحواذ على الموقف، وده شيء طبيعي برضو. كما نراه على الشاشة ده حدث منذ قليل، والحمد لله طمنا حماد العربي أن الأمور تسير لطبيعتها، وجمعة العزة والكرامة ستمر بسلام إن شاء الله.